السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على الاستفادة من السكن المدعم من الدولة، وبزاف ديال الناس اللي غالطين وما فاهمينش علاش الدولة دارت هذا الدعم وعلاش ما دارتش قبل حتى لدابا. كيف ما كتعرفوا ان الدولة كانت كدعم فيما سبق المناشئين العقاريين اللي هما الناس اللي واخدين المارشيات ديال العقار في المغرب بواحد النسبة باش يبيعوا للمواطن السكن بأقل ثمن، اللي هو السكن الاقتصادي ديال 25 مليون. دابا الدولة فكرت أنها تدعم المواطن مباشرة بدون ما تدخل المنعش العقاري في الموضوع. وهنا يمكن لنا نسولو واش المنعش العقاري ما غاديش يرفع من ثمن السكن. بالنسبة للناس اللي باغين سكن أقل من 30 مليون، فالدولة غادي تدعمهم بعشرة المليون واللي ما غاديش ياخدوها، ولكن غادي تدفع في السكن مباشرة عن طريق موثق أو النوطير. أما بالنسبة اللي باغيين سكن ما بين 30 و 70 مليون، فالدولة غادي تساهم ب7 المليون سنتيم. للإشارة وكملحوظة، فهاد الفلوس اللي عطات الدولة ماشي كريدي، هذا دعم منها، وهنا حظي من النصابة. ولكن ضروري ما يكون عندك واحد النصيب من المال باش تدفعو مع هذا الدعم، او تقدر تهز كريدي من البنكة اذا كنت خدام مرسم او اي شيء. المهم هو انه خاص يكون عندك قدر من المال باش تزيدها على الدعم. منساش ايضا ان السكن ما عندكش الحق تصرف فيه مدة 5 سنوات، يعني ما تبيعو ما تكريه، يعني خاص يكون سكن فيه انت، اي سكن رئيسي. الانطلاقة ديال هذا الدعم ستكون بداية يناير 2024، وذلك من خلال دفع الطلبات في المراكز اللي غادي توضعها الدولة بشأن هذا الأمر.